بدل ما تجري على الصلاة ولا القرآن وتهرب من دنيا صعبة إلى ربنا وتقعد تشكي له وتطلب منه، تروح للأغاني واللي هي أصلا سبب تعاستك من البداية. وسيبك من كل ده، عاوزك تتخيل معايا وانت حاطط الأغاني في ودنك وفجأة شفت ملك الموت قدامك. تتوقع دي حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ من شوية وانا بقلب في اليوتيوب شفت فيديوهات لشباب ماتوا على الأغاني. سوء خاتمة، حاجة ترعب والله العظيم. في اللي منهم قبل ما الروح تطلع والناس بتلقنه الشهادة مش راضي يقولها وردد الأغنية ببساطة: من عاش على شيء مات عليه. وقبل ما تفكر هي الأغاني حلال ولا حرام، روح اسمع كلام ربنا الأول وافهمه وتدبر فيه كويس. ساعتها والله العظيم هتلاقي نفسك وهتلاقي اللي ضيع منك من زمان. وصدقني عمرك ما هتعرف تسمع حاجة تانية بعدها، وده ببساطة لأن القرآن فيه شفاء للقلوب. من اللحظة دي تمسح كل أغنية عندك على الفون وتتوب. هتقولي إن صعب، هقولك وإيه يعني؟ هو أنت عايز تخش الجنة بالساهل من غير تعب؟ ربنا بيحب العبد اللي بيضحي عشانه، فضحي عشان ربنا يحبك واعمل عشان اليوم ده جاي. اللهم أحسن خاتمتنا.